إذا كنت عم تفكر تعمل حالك زلبشتنديش أو تفتح مشروعك الخاص بألمانيا، فهذا الفيديو كتير مهم لإلك، وهذا الوقت بالتحديد هو الوقت الصحيح. خليك لتعرف ليش. وطبعا يا صديقي المستشار الألماني فريدريش ميرتز عم يحاول يطبق كل نقطة بمسودة الريفورم، بمسودة الإصلاحات اللي جاي بموضوع الرينتنفازيشنغ بألمانيا. عم يفكروا انه بالنسبة للعالم اللي حابة تعمل حالة زلبشتنديش او تفتح مشاريع جديدة يصير مجبر انه هو يدفع بالتأمين الصحي. اما بالنسبة للعالم اللي فاتحة وخالصة فهدول عندهم الإمكانية أنه لا يقدموا طلب إعفاء عدم الدفع بالتأمين الصحي، وبهي الطريقة بيضلوا هن مسؤولين عن التقاعدية تبعهم. يعني نصيحة، لما بتستثمر أنت المصاري اللي حابب تحصل عليهم بعدين لما تطلع على التقاعدية بأي سهم أو بأي ETFs أو بأي طريقة، أحسن لك ما تدفعون بالرينتن كاسة، لأنه الرينتن كاسة هي ما راح تكفيك لتعيش. فمدري شو عم يخطر على بالهم، ولكن أنه ما بكفي السوق تعبان والوضع بالمجمل تعبان، وكتير عالم عم تهرب من موضوع الزلبشتنديشكايت، عم تهرب من موضوع فتح المشاريع. بدهم يضيفوا على هذا الشيء أنك أنت تصير ملزم تدفع للتقاعدية. أما بالنسبة للعالم الموظفة فهن عم يقولوا أنه نحن لازم نحط 1% من الموظف زيادة و1% من صاحب العمل لحتى ندعم صندوق التقاعدية بألمانيا. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، خلي زائد بيناتنا تختفي. سلامات.